السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هلا مدريد. هنتكلم عن ملخص الجولة في الدوري الأسباني. يلا بينا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن 3 ماتشات أهم من بعض. أول ماتش هو ماتش برشلونة والريال بيتيس اللي انتهى بالتعادل 2-2 في مباراة أنا شايفها من أسوأ مباريات برشلونة الموسم ده. هتقولي ليه؟ هقولك عندنا حاجات كتير قوي نتكلم عليها يا باشا. ايه هي الحاجات الكتير؟ اول حاجه يا باشا الاكس جي او معدل احراز الاهداف او نسبه الاهداف المتوقعه لكل فرقه. عايزك تتخيل معايا ان ريال بيتيس كان متوقع لها ان هي تجيب 2.8 جون، يعني تقريبا 3 اجوان الماتش ده. هم جابوا 2. برشلونه كانت كام؟ كانت نص. برشلونه الاهداف المتوقعه ليها الماتش ده هو نصف هدف لا غير، وده ان دل يدل على ضعف الاداء الهجومي، ضعف الخطه، ضعف التكتيك، ضعف اللعيبه، ضعف كل حاجه. طيب واحده واحده كده نتكلم. مبدئيا برشلونه عندها مشكله كبيره قوي في خط الدفاع بتاعها، وعوده اراوخو ما بقتش رفاهيه، عوده اراوخو بقت حاجه واجبه جدا، علشان برشلونه عندها مشكله مش في التكتيك على قد ما هي في العناصر. العناصر بتاع دفاع برشلونه بقت مركزه ان هي تطبق التكتيك او تطبق مصيدة التسلل او تطبق الدفاع المتقدم اكتر من ان هي تطبق الدفاع نفسه. هتقول لي طب ايه الفرق ما ده دفاع وده دفاع؟ لا يا باشا، ده مش دفاع ومش دفاع. اساسيات الدفاع لاي مدافع ببساطه كده هوت اللي بنتعلمها في اي مدرسه كوره واحنا رايحين، او في اي نادي وانت لسه بتبدا حياتك الكرويه. المدافع اول حاجه لازم يخلي المهاجم في صدره، لازم المهاجم يبقى في وشي. تاني حاجه الهدف بتاعي ان انا ما اخليش المهاجم يستلم الكوره. ما ينفعش المهاجم يبقى قدامي واخليه يستلم الكوره، لازم اروح اقطعها قبله. يا باشا المهاجم استلم الكرة ما خليهوش يلف وشه ويبقى للجون بتاعي، يفضل ظهره للجون بتاعي ووشه للجون بتاعه. ورابع حاجة المهاجم استلم الكرة وما خليتوش يلف وهو في صدري، اطلعه بره الملعب واقطع منه الكرة، ابعده عن قلب الملعب واقطع منه الكرة. دي اساسيات الدفاع لاي مدافع. مدافعين برشلونة ما بيعملوش اساسيات الدفاع. مدافعين برشلونة مركزين على التكتيك وعلى مصيدة التسلل وان هم يظبطوا الخط وي وسايبين المهاجمين بتلعب براحتها. المهاجمين بتجري من وراهم وبيضربوا بكور كتيره في ظهر الخطوط الدفاعيه بتاعتهم، مهاجمين بتطلع انفرادات، محدش بيضغط على المهاجمين اصلا. بقوا مركزين، يعني عايز اقول ان هم بيستخدموا كل قدرتهم العقليه في ان هم يطبقوا خطه هانز فليك، وما بيطبقوش الدفاع الاساسي اللي عليهم اصلا. وعشان كده بقينا بنشوف برشلونه بيدخل فيها اجوان كتير قوي، ودي مشكله كبيره. دي مش مشكله هانز فليك او التكتيك بتاع هانز فليك على قد ما هي مشكله كواليتي اللعيبه اللي موجوده. عشان كده الكواليتي محتاجه تعلى، عشان كده بنقول عوده اروخو ما بقتش رفاهيه. تاني حاجه اللعيب اللي بجد صعبان عليا في المنظومه بتاعت برشلونه دي كلها هو فرانك ديونج. فرانك ديونج ده يا جماعه كان جاي من اياكس، كان نجم اياكس امستردام، وكان عامل معاهم موسم عالمي، الموسم اللي خرجوا فيه مدريد من الشامبيونز ليج، والراجل كان سوبر ستار. كانت الفرقه كلها جامده، سواء بقى فرانك ديونج، دي ليخت، فان دي بيك، حكيم زياش، الفرقه اللي كلنا عارفينها دي. والراجل راح على برشلونه رايح نجم، اصابات في اصابات في اصابات، بيقعد دكه. الراجل جه هانز فليك مش مقتنع بيه اصلا، ما بيلعبوش، ما بيدلوش فرصه، شايف ان هو ما عندوش ثقه في نفسه. ورغم ان هو بينزل ساعات بيأدي، الراجل لسه جايب جون في اسيست، بس حظه وحش. انا ما بحبش كلمه حظ دي قوي لان هي برضه بتبقى خرافات. هو طبعا في حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق، وفي حاجه اسمها اجتهاد والكلام ده كله، بس الراجل ينزل النهارده علشان يلبس فرقته في ضربه جزاء وبعدها على طول تدخل في الكوره يخلي المدرب بتاعه يتخانق مع الحكم ويطرد. عايز سوء حظ اكتر من كده ايه؟ انا صعبان عليا اللعيب ده. انا ما بقولش ان هو فقري او بقول ان هو وحش، بس هو صعبان عليا. انا اللعيب ده انا بحبه، اللعيب ده كويس. فاللعيب ده مظلوم الفتره اللي فاتت قوي في المنظومه بتاعت برشلونه، مظلوم بعدم لعبه، مظلوم بعدم اختياره، مظلوم باصاباته، مظلوم ان هو لما بينزل حظه بيبقى وحش قوي في الملعب، وبتحصل مواقف زي المواقف اللي حصلت دي بتفضل معلمه. في النهايه برشلونه ادائها من سيء لاسوء، وعماله تضيع في نقط، وبتدي كميه فرص رهيبه لمدريد ان هي تركب الصداره. والمره دي ريال مدريد ما بتجليش علشان بتقابل جيرونا وبتكتسح جيرونا ب3-0 باداء جميل ونتيجه جميله وفرقه جميله. وشفنا حاجات كتير قوي حلوه في الماتش ده. صحيح الماتش بدأ بدايه مش كويسه، بس من بعد 20-30 دقيقه في الماتش شفنا ريال مدريد خطوطها خلاص، اللعيبه بدأت تتمركز كده وتفوق وتصحى لنفسها في الملعب. بدأنا نشوف الضغط العالي الحقيقي اخيرا من ريال مدريد، بدأنا نشوف الضغط العالي الصح في نص ملعب جيرونا، بدأنا نشوف اللعيبه بتغلط لعيبه جيرونا، بدأنا نشوف اخطاء دفاعيه من جيرونا، لحد ما جه الجون الاول لريال مدريد بكوره دخل ابراهيم دياز بيعرضها بيشتتها مدافع برشلونه عشان يخش جود بيلينجهام بلا اي فزلكه. الراجل بيخش وبيحط الكوره، عارف زي ما كنا بنقول زمان ببوز الجزمه. هو الراجل داخل عايز يحط جون وخلاص، انا مش هتفزلك، دخل شاط الكوره في الجون عشان يجي الجون الاول اللي من بعديه خطوط جيرونا الدفاعيه كلها اتفتحت. واللي استغل الخطوط دي بصراحه كارلو انشيلوتي استغلال جميل قوي، ان هو قدر
بكور كتيره قوي، يضرب خط دفاع جيرونا، منها الكوره اللي طلع بيها مبابي وطلعت اوفسايد، كانت طلعت انفراد، منها كوره الجون الثاني اللي خدها جود بلينجهام وحط اسيست حلو قوي لاردا جولر اللي بعد شماله وحطها في البعيده، حط جون كويس جدا. واردا جولر الماتش ده انا عايز بجد اشيد بيه واشيد بجماله وبحلاوته. الراجل خد من اول الماتش، الراجل خد فرصته، الراجل بيثبت نفسه، بيثبت جدارته، بيثبت بجد ان هو لعيب كويس جدا. الراجل بيجيب جون يعني مش هقول عالمي بس بيجيب جون حلو جدا. الراجل بيعوض غياب رودريجو اللي للاسف مصاب وما بتحسش ان هو مصاب. نفس الكلام بالنسبه لابراهيم دياز، ابراهيم دياز برضو راجل كويس جدا، الراجل لقى نفسه في مكانه في نص الملعب. يعني كنا بنقول الماتش اللي فات المشكله ان دايما ابراهيم دياز بنشوفه في وينج يمين وكان رودريجو وينج يمين واردا جولر وينج يمين، فكنا حاسين الحته دي زحمه. لا المره دي ابراهيم دياز لقى نفسه في الحته بتاعت نص الملعب، كان مكانه حلو قوي. الراجل الى حد ما حس بمركزه، حس بموقعه، حس باللعيبه يمينه وشماله وراه قدامه، شفنا منه كور كتيره قوي حلوه. الراجل الى حد ما مطمني بعد ما شفنا اصابه بلينجهام وهو خارج مصاب. اتمنى ان هي تبقى حاجه احترازيه وان الراجل بيحافظ عليه عشان ماتش الشامبيونز ليج، بس حتى لو هي مش احترازيه والراجل هيطول، فابراهيم دياز في الحته دي طمنا شويه الماتش ده، شفنا منه اداء كويس في المركز ده، فممكن نلعب بيه في المركز ده مكان جود بلينجهام من غير ما نقلق. اردا جولر على اليمين، كيليان امبابي على الشمال. المشكله بالنسبه لي كانت اندريك ما بيلعبش ليه في ظل غياب فينيسيوس جونيور وفي ظل غياب رودريجو. انت ما بتلعبش اندريك ليه؟ الراجل اللي شارينه، الراجل اللي كان مكسر الدنيا في الدوري البرازيلي، برضه ما بتلعبوش ليه؟ ليه ما بتلعبوش مع ان هو كويس وعنده كتير وما بينزل بنشوف منه اداء كويس؟ فليه كارلو انشيلوتي ما بيلعبوش؟ دي علامه استفهام في ظل ان هو النهارده منزل لي مهاجم عنده 17 سنه مطلعه من الناشئين، والله انا ما فاكر اسمه وما اظنش ان في حد هيفتكر اسمه وما اظنش ان احنا هنشوفه تاني يعني. فليه بتساوي لعيب زي ده باندريك اللي انت شاريه وجايبه من البرازيل والكلام ده كله؟ اتنين لعيبه صغيرين والكلام الجميل ده كله، بس يا باشا لو انت هتعتمد على لعيبه الريال مدريد ما كنتش جبته ده من الاول، بس طالما جبته لعيب محترف فانت لازم تجربه ولازم تديله، خصوصا ان هو لعيب كويس، لعيب قوي، لعيب حريف، لعيب مهاري، لعيب شويط، وكلنا شفنا الكلام ده منه، فهو محتاج بس ياخد حساسيه الملعب. فيعني دي علامه استفهام كبيره قوي على كارلو انشيلوتي، ليه ما بتلعبش اندريك؟ علامه الاستفهام الثانيه، تشاوميني النهارده بيرجع قلب دفاع وراؤول اسينسيو بعد الاداء الرائع اللي كان بيقدمه الماتشات اللي فاتت بيرجع للدكه تاني. ليه؟ هو احنا جايبين ونلعبوا ماتش ولا اتنين ونريحه؟ الراجل ظهر في ظروف مش كويسه بس ظهر وانقذك في حاجات كتير قوي وشالك في حاجات كتير قوي. ليه بتقعدوا تلعب شاوميني؟ هو عشان شاوميني ما بيأديش في نص الملعب فعايز توجد له مكانه وخلاص بتحلل فلوسه؟ انا شايف ان راؤول اسينسيو كان كويس، ما يستاهلش ان هو يريح، بالعكس كان المفروض يكمل الستريك بتاعته ويفضل يشارك. تشاوميني كان كويس على غير العاده، تشاوميني في قلب الدفاع احسن بكتير قوي من تشاوميني في نص الملعب، بس برضه ما يمنعش ان راؤول اسينسيو كان كويس وما كانش يستاهل ان هو يقعد دكه بعد الاداء الكبير اللي عمله في الثلاث اربع ماتشات اللي فاتت مع ريال مدريد. والعلامه الفارقه اللي بالنسبه لي مهمه جدا، الجون الثالث لريال مدريد اللي هو مش همجد في كيليان امبابي والراجل بقى قال هتشوفوا التغيير وهتشوفوا كيليان امبابي وهو جاب جون، لا 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 ده كله هجس، ده جون عادي بيجيبوا كتير، ممكن يتجاب منه 100 جون، مش دي اللي هنقول عليها لحظه الانفجار بتاعت كيليان امبابي. محتاج اشوفه 10 ماتشات قدام، مش هقول لك ماتش ولا اتنين ولا ثلاثه ولا حتى خمسه، 10 ماتشات قدام اشوف فيها فعلا كيليان امبابي واشوفه نجم واشوفه شايل ريال مدريد، عشان ساعتها اقدر اقول ان دي فعلا كانت لحظه انفجار. بس الجون ده انا هتكلم فيه عن حلاوه لوكا مودريتش والثرو باس بتاع لوكا مودريتش اللي طلع كيليان امبابي شبه انفراد متطرف شويه في جوه ال 18 علشان بيحط الكوره في الزاويه البعيده على يمين حارس المرمى عشان تدخل جون، وتقدر ريال مدريد ان هي تكسب 3-0، تقدر ريال مدريد ان هي تاخد الثلاث نقط، تقدر ريال مدريد ان هي ترفع رصيدها ل 36 نقطه من 16 ماتش بس. في المقابل برشلونه بعد التعادل بقت 38 نقطه من 17 ماتش، يعني ريال مدريد تكسب الماتش المؤجل بتاع فالنسيا تبقى 39 وتركب الدوري تاني. والمفاجاه بالنسبه لي واللي الناس كلها مش واخده باله منه يا جماعه ان اتلتيكو 16 ماتش 33 نقطه، لو كسبت تبقى 36 نقطه زيها زي ريال مدريد، ومدريد ليها ماتش مؤجل اقل من برشلونه بنقطتين وهم لاعبين قد بعض. فالخناقه اللي بتحصل ما بين ريال مدريد وبرشلونه دي ممكن في الاخر نلاقي اتلتيكو هي اللي راكبه ونلاقي اتلتيكو هي المتصدره ونلاقي اتلتيكو هي اول الدوري، وعم سيميوني عمال يشرب السيجار بتاعه صباح الفل محدش واخد باله منه، يعني فاهم؟ هو بالنسبه له يا باشا مصائب قوم، يا باشا انتوا اقعدوا اضربوا في بعض وانت اقع وانت اركب وانت اقع وانت اركب وانا ماشي في حالي محدش واخد باله مني لحد ما يقوم لاسع اللسعه بتاعته ويركب الدوري وصباح الفل. ده اللي انا قلقان منه والله، عشان اللي بيعمله ريال مدريد وبرشلونه الموسم ده في الدوري هبل، ده يكسب ماتش وبعدين يخسر ماتش، يكسب ماتش يتعادل ماتش، مفيش اداء ثابت، هو فعلا هبل.
حاجه غريبه، حاجه عجيبه انا ما شفتهاش قبل كده، لا من ريال مدريد ولا من برشلونه. وانت يا اما واقع يا اما ماشي، لكن انتوا الاثنين مع بعض، ده بيوقع مره وده يكسب مره، وده يوقع مره وده يكسب مره. يعني سيناريو غريب وسكريبت غريب ماشي في الدوري الاسباني السنه دي. عشان كده من المتوقع ان السكريبت ده يكمل بتتويج اتلتيكو مدريد، وليه لا؟